دي مش تسريبات، دي فضايح. موبايلات سامسونج كلها اتسربت قبل المؤتمر. في الفيديو ده معانا سلسلة S25 بالتفصيل. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم نور التركي من قناة تركي. في الفترة اللي فاتت دي قاعد ينزل في تسريبات كتير قوي عن سلسلة سامسونج الجديد، وبكرة 22/1 هينزل السلسلة الجديدة، وكل التليفونات الجديدة وكل الالوان بتاعتها اتسربت بقالها فترة. ودي مش مجرد تسريبات، دي فضايح. التليفونات كلها صورها نزلت وريندرز كتير قوي نزلت كمان. ودي الصورة اللي نازلة على صفحة سامسونج على اليوتيوب، وبتوضح ان في 4 اجهزة جايين، مش مجرد 3 زي كل مرة. وفي الغالب هيكون موبايل اير زي ما ابل عايزة تعمل. والنهارده بقى معانا المعلومات الكاملة عن ال4 موبايلات اللي جايين. خلينا نبتدي بالعائلة التقليدية اللي هم S25 S25 بلس و S25 Ultra. ومعانا في فيديو النهارده كل حاجة محتاج تعرفها عن السلسلة. ويا رب يكون في حاجة جديدة بكرة عشان ما تبقاش كل حاجة اتسربت، ويبقى في أي نوع من أنواع المفاجآت كده والسسبنس بكرة. متحمسين إن في حاجة تنزل. وسامسونج بقالها كذا سنة كده كل سنة بيتسرب لها السلسلة كلها قبل ما تنزل، بقت عادة يعني. انا رايح الكلام الفاسخ اللي بنقوله ده. وتعالوا بقى اوريكم شكل الاجهزه الحقيقيه، ونبتدي بالاس 25 العادي. وهنلاقي ان شكله ما اختلفش كتير عن السنه اللي فاتت، بس شكل الحلقه اللي حوالين الكاميرات وده نفس الشكل اللي جاي مع الزي فولد اللي فات. في ناس حباه وفي ناس مش حباه. ومعانا كمان كل الالوان اللي هتنزل في المؤتمر، في لون ازرق وفي لون ابيض وفي لون اخضر وفي لون بيربل وفي لون تيتانيوم غالبا. والاس 25 بلس هو نفس الشكل برضه، كل الاختلاف بينهم دايما بيبقى الحجم يا دوبك وحجم البطاريه. والموبايلات دي بتيجي ببازلز اصغر. سامسونج بقت بتركز انها ترفع الحواف زي ما احنا شايفين هنا. الحواف كلها بقت قد بعض، ما بقاش فيه ان الحواف اللي تحت تبقى اكبر من بقيه الحواف. زي ما احنا شايفين فريم مسطح تماما، والفريم جاي بنفس لون الظهر. التصميم مش مختلف كتير. احسن حاجه من وجهه نظري في الشاشه ان الحواف بتاعتها بقت صغيره جدا، وطبعا كل ما تصغر كل ما يكون احسن بكتير. تعالوا بقى نبص على الالترا الجديد، وعندنا برضو كل الالوان بتاعه الالترا، ودي نفس شكل التسريبات اللي نزلت قبل كده. السنه دي الالترا جاي بكورنرات دائريه شويه عشان تكون اسهل في مسكه الايد، ما بقاش فيه الشكل المربع ال100%. وانا بتهيالي ان التليفون كده هيكون اريح بكتير في مسكه الايد. وطبعا برضو الشكل في الصور غير الحقيقه، لما نجرب التليفون هنعرف. بس يعتبر نفس شكل التليفون بنفس رصه الكاميرات، مع اختلاف بس الحلقات اللي حوالين الكاميرا هي نفس اللي على النسخه العاديه. ودي الالوان اللي اتسربت للجهاز. ممكن يكون في الوان تانية، بس دي الالوان اللي اتسربت. عندنا طبعا الاسود وعندنا التيتانيوم وعندنا البيربل. والاسود جاي هنا بفريم سيلفر، وفي الصوره دي بتبين شكل التليفون اكتر، وشكل الحواف هنا بقت مثاليه وكلها متساويه. والصوره دي جايه من سامسونج مش حد عاملها. الشاشه دي بصراحه بقى شكلها جامد جدا مع الحواف الصغيره. وطبعا هيجي البروسيسور الجديد ال 8 اليت على كل العائله. وعلى الالترا هيجي له كاميرا 50 ميجا بكسل للالترا وايد على حسب التسريبات طبعا. وعندك العيله كلها هيجي لها 12 جيجا رامات. وفي تسريبات كمان بتقول ان الفانكشن بتاعت القلم هتختلف، ومش احسن اختلاف هتشوفه، لان البلوتوث اللي في القلم هيختفي. وده طبعا كان بيخلي ان انت تقدر تتحكم في التليفون من بعيد، يعني مثلا تعمل زوم تعمل زوم اوت. وطبعا الميزه دي هتروح على حسب التسريب، يعني في الغالب هيستخدم كانه قلم طبيعي اللي هو تكتب بيه ترسم الحاجات العاديه دي كلها، انما من بعيد مفيش الكلام ده. وطبعا الميزه دي هتروح عشان مفيش بلوتوث، مفيش تحكم من بعيد. وعلى حسب التسريبات الالترا هيجي بشاشه 2600 نتس، بس البطاريه مش هتكبر. على حسب التسريبات ان البطاريه هتفضل هي نفس ال 5000 بتاعت السنه اللي فاتت. وطبعا حجم بطاريه اصغر على التليفونات العاديه. وطبعا الموبايل لحد دلوقتي مش عارفين هيبقى اسمه ايه، بس غالبا هيبقى اسمه اس 25 ستار. المفروض ان هيبقى فيه شويه تنازلات طبعا عشان الموبايل يبقى ارفع، بس هنشوف من هنا لبكره مش بعيد. ويا رب طبعا يكون في مفاجآت جديده، مش زي كل سنه تسريبات بتموت كل حاجه. وفي تسريبات كمان بتقول ان في بيكسبي جديد. هنشوف كل حاجه بكره وهتابعكم اول باول. المؤتمر ان شاء الله هيكون بكره 22/1 الساعه 8 بالليل. وان شاء الله اول ما المؤتمر يخلص هنزل لكم فيديو على طول في تفاصيل المؤتمر. ما تنساش تكون عامل سبسكرايب للشانل عشان تعرف تطورات اول باول. سلام.